السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة. معانا هنا 3 كوبايات فول منقوعين لمدة 3 ساعات وبعد كده غسلناهم وصفيناهم، ومعانا كوباية عدس اصفر مغسولة ومصفية، ومعانا نص كوباية فول مدشوش، ومعانا ليمونة ومعلقة كركم ومعلقة بابريكا. هنجيب هنا معانا الحلة بتاعتنا، هنحط فيها المكونات بتاعتنا اللي هي الفول والعدس والفول المدشوش، وهنعصر عليهم الليمونه، وهنحط القشر معانا في الحله، وهنحط معلقه خل صغيره. وبعد كده هنجيب ميه مغليه وهنحطها على الفول، وبعد كده هناخد الحله بتاعتنا ونروح على البوتاجاز. اول ما الفول بتاعنا يغلي هنلاقيه بيغلي كويس جدا، هنروح حاطين معلقه الكركم ومعلقه البابريكا وهنقلب وهنوطي عليه ونسيبه يستوي خالص براحته. هيقعد على النار 3-4 ساعات، نسيبه لحد ما نلاقي الفولة بقت دايبة خالص. هنا بعد ما سبته 3 ساعات ونص ولا حاجة، بصوا استوى ازاي، بصوا الفول بقى جميل ازاي، وبصوا لونه. هنشيل الليمون بتاعنا خلاص كده مش عايزينه. بصوا الفولية دايبة ازاي ومستوية ازاي، هو ده السوى المطلوب. دلوقتي هنجيب معانا نص كوباية مية عليها معلقة نشا وهندوبهم كويس، وهنقلب الفول لحد ما النشا دي تستوي. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملولنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفول بتاعنا بص بعد ما استوى خالص بقى والنشا كده استوت فيه، وبص التقل بقى عامل ازاي، هو ده المطلوب. هنسيبه بقى يبرد خالص، هندفع عليه ونسيبه يبرد خالص تماما. وبعد ما يبرد خالص هنجيب الهاند بلندر وهنضربه نص ضربة، يعني بحيث ان ولا يبقى مهروس خالص ولا يبقى الفولايه كلها صحيحه. وهنخزنه بقى نحطه في الفريزر، ووقت ما نحتاجه هنطلع منه ونستعمل بكل بساطه. هنعبيه في اكياس زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوني محطوط ازاي في الاكياس وفرداه، عشان وقت ما تعوزيه هتطلعيه هيفك بسهوله جدا، وقت ما تلاقيه هتعمليه وتاكلي احلى طبق فوق. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل.